متى تكشف الأقنعة؟ متى تعرف الإنسان على حقيقته؟ متى تشوف الوجه الحقيقي وبعدين يرجع القناع؟ تشوفه كذا شوي ويرجع القناع. أولا في التعاملات المالية تنزع الأقنعة. لما تدخل في الفلوس مع شخص ربما تكتشف شخصيته. اثنين، في السفر، وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. في السفر تنزع الأقنعة أيضا، ولكن بشرط السفر المقرون بمشقة. يعني ما أروح أنا وياك درجة أولى ونروح لجدة، من جدة نركب سيارة فخمة ونروح لمكة ونسكن في أبراج الساعة، بعدين وإحنا راجعين أطق على فخذك وأقول عز الله إني عرفتك على حقيقك رجال. هذا لا ينزع الأقنعة. السفر هذا المرفه لا ينزع الأقنعة. السفر المبني على المشقة ينزع الأقنعة. واحد، في التعاملات المالية تنزع الأقنعة. اثنين، في السفر تنزع الأقنعة. ثلاثة، في الانفعالات، في الحزن، في الغضب، في الفرح تنزع الأقنعة. أربعة، وهي غريبة شوي، في توزيع الأدوار. تلقى مجموعة أمورهم طيبة وماشيين، لما تجي توزيع الأدوار، إذا مدرسين في توزيع الجدول، إذا موظفين في توزيع المهام، إذا في رحلة في توزيع التكاليف، من يجيب كذا من يجيب كذا، تظهر جزء من الحقائق، فتنزع الأقنعة في تلك اللحظة. هذا رقم 4. رقم خمسة، في الأزمات تكشف الأقنعة. من الناس من إذا حدثت لك أزمة تخلى عنك، ومن الناس من إذا حدثت لك أزمة اقترب منك. ففي الأزمات تنكشف الأقنعة. رقم 6، تنزع الأقنعة بالمعاشرة والمداومة. يعني اللي تمشي مع كثير ستعرف على حقيقته. إذا أحببت أن تضيف رقم 7، تنزع الأقنعة في التعامل مع من هو أقل منك. شوف الناس كيف يتعاملون مع الناس اللي ليسوا في حاجتهم، ستعرف وجهها الحقيقي. مثلا أنا قاعد الآن أتكلم بمثاليات عن الأخلاق وأبتسم وأقول كلام جميل وأنا أرتدي قناع المحاضر، بس جاءني العامل هنا بزين المايك فعبست في وجهه وكلمته بطريقة يعني فيها جفاء. هذه الطريقة تعني أنني شوي نزعت الأقنعة وكلمته، ورجعت ثانية بالقناع المثالي الذي أريد أن أبدو عليه. لذلك في الموقف السابع هي نزع الأقنعة عند من لا تحتاج إليه، بل عند من يحتاج إليك. هذا التسلسل يدعونا إلى أن نعرف التالي. أولا، أنني لست ملزم بإنشاء علاقة مع كل إنسان. ارتحت لأنشأت، ما ارتحت لمن منشأ. 2، عندما أكتشف الإنسان فأنا عندي الخيار أني أستمر أو لا أستمر، أعمق أو أخفف. 3، عندما تنزع الأقنعة يحدث 3 قرارات. لما أعرفك على حقيقتي، تعرفني على حقيقتي، ممكن أقطع العلاقة أو أسطح العلاقة، أخفف منها، أو أرتضيها وأتقبلها وأستمر في العلاقة.